سلام بنات. المهم بالنسبه للناس اللي ما كيشربوش القهوه وعندهم الحساسيه مع القهوه وكيبغيو يشربوا القهوه وعندهم المواد اللي في القهوه ما كيقدروش يشربوها البنات، راه هذه في بلاصه القهوه والنكهه ديالها بحال القهوه، بحال القهوه، يعني ما تماش الفرق النكهه وكل شيء الا هي خاليه من الكافيين، ما فيهاش الكافيين. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشربوا القهوه يعوضوا، راه كاينه هذه في دي ام البنات، وراه بزاف ديال الناس كيديروا عليها الفيديو كيقولوا راه التنحيف، قهوه للتنحيف. هذه راه لا علاقه ديالها مع التنحيف البنات. راه بالنسبه للتنحيف الا بغيتوا تضعفوا راه كاين بزاف الطرق اخرى، تشربوا الماء بزاف، تقطعوا الماكله، تقطعوا العشاء، تقطعوا بزاف الحوايج، يعني ديروا الرياضه باش تنقصوا. هذه راه لا علاقه ديالها مع الريجيم، هذه بعد اللي كنهضر عليها ماشي حاجه اخرى، الله اعلم. المهم بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يشربوا القهوه، ها هي هذه يقدروا ياخذوها ويعوضوا بها ديك النكهه ديال القهوه، يعني اللي كيبغيو يشربوا القهوه. وما تنساوش واحد القليب، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا على المتابعه ديالكم، السلام عليكم.